السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقولك النهاردة 4 خطوات مهمة جدا لنجاح الزبادي، ولو الزبادي بيفك منك او مش بيطلع معاكي متماسك يبقى لازم تعرفي معايا ال4 نصايح علشان الزبادي يطلع معاكي ناجح ومتماسك وكريمي وحاجة كده بسم الله ما شاء الله الله اكبر، حاجة ما فيهاش غلطة. ولو ولادك بقى مش بيحبوا الزبادي البلدي هقولك ازاي تخلي لهم الزبادي بطعم اكبر الشركات زي دانون وجهينة والشركات دي. فيلا بينا نبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوة طبعا لازم ان احنا نغلي الحليب بتاعنا كويس جدا، يعني اول ما يبدا كده ان هو يفور نهدي عليه النار ونبدا نقلب فيه دقيقتين 3 بالمعلقه لحد ما نتاكد ان هو غلي شويه كويسين. اول نصيحه معايا ان الحليب بتاعك ما ينفعش ان هو يكون سخن قوي ولا يكون بارد قوي، الحليب بتاعنا لازم يكون دافي زي دمعه العين كده، لان علبه الزبادي اللي بنحطها على الحليب دي بتكون زي الخميره كده، هي دي الخميره بتاعتنا اللي بتحول الحليب بتاعنا كله لزبادي، فما تنفعش الخميره بتاعتنا دي هتشتغل لو اللبن او الحليب بتاعنا ده يكون سخن قوي فمش هتشتغل، ولو هو برده بارد قوي نفس الكلام، فلازم يكون دافي. هستخدم معايا علبه زبادي اللي هي المراحل اللي هي السقنطوطه، تقدري تستخدمي جهينه او دانون او اي نوع انت تحبيه او الطعم اللي انت بتحبيه اعملي بيه علشان هو ده اللي هيدي معاكي الطعم. طب لو حابه برده تستخدمي زبادي بلدي طبعا استخدمي زبادي بلدي مفيش مشكله، وطبعا لكيلو الحليب بستخدم له كوبايه زبادي صغيره بمقدار معلقتين كبار من الزبادي. وتاني بقى نصيحه ان علبه الزبادي اللي هتستخدميها دي تكون من التلاجة، يعني ما تسيبهاش بره لحد ما تفك كده وتبقى سايله، لا احنا عايزينها متماسكه من التلاجة علشان الزبادي ما يفكش معانا. تمام، فدي تاني معلومه مهمه جدا. بعد كده بنبدا احنا بقى نفكها كده بالمضرب ونضربها كويس قوي تلاقيها كريمي وبتتقل معاكي. بعد ما بنضربها شويه بنحط عليها شويه بقى من الحليب بتاعنا بمقدار مثلا نص كوبايه كده او ربع كوبايه، ونبدا تاني نضربهم شويه حلوين، يعني دقيقتين 3. دي برضو نقطه مهمه جدا علشان يطلع معاكي ناعم وكريمي، فهي دي اهم نقطه ان انتي تضربيه كده شويه حلوين وممكن بشوكه مش لازم مضرب يدوي. بعد كده هننزل بقى بالخليط على باقي الحليب ولازم برضو نضربه او نقلبه فيه شويه كده لمده برضو دقيقتين. تمام، لان الخطوه دي يا جماعه هي اللي هتطلع معانا الزبادي ناعم وكريمي زي ما قلت لكم. تمام، ورابع نصيحه بقى معايا ان احنا نسخن الفرن بتاعنا قبل ما ندخل فيه الزبادي، يعني نسخنه 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي على حسب الفرن بتاعك، يعني لو بيسخن بسرعه 5 دقايق بس، لو الفرن بتاعك كبير وبياخد وقت على ما يسخن فسيبيه 10 دقايق وبعد كده تطفي، يعني ما ينفعش تدخلي صينيه الزبادي بتاعتك والفرن لسه شغال، لا نتاكد ان احنا طفينا الفرن بتاعنا وبعد كده ندخلها. وطبعا الصينيه بنحط فيه ميه سخنه قوي علشان نعمل له حمام بخار كده او نعمل له جو او تهيئه زي ما كانت الزبادي كده يعني، ويطلع معانا زبادي تحفه. فالنقطه دي مهمه جدا ان الميه تكون سخنه قوي، طبعا انا ما بقولكيش الميه بتغلي، لازم تكون سخنه قوي بس مش لدرجه الغليان. بنحط كده ميه في الصينيه بتاعتنا، الميه بيكون مقدارها كده ربع الصينيه او ربع الكوبايه، بتوصل كده لربع الكوبايه بس كده مش اكتر. بنبدا بقى نغطي الزبادي بتاعنا بفوطه نظيفه، طبعا لو انت عندك علب الزبادي اللي هي بغطا خلاص احنا مش محتاجين بفوطه، اهم حاجه الزبادي بتاعنا يكون متغطي. وبعد كده بندخله على فرن دافي، وطبعا بنكون متاكدين ان الفرن مطفي معانا. هقول لكم بقى تاني سريعا كده الاربع نصايح. اول نصيحه ان اللبن بتاعنا لا يكون سخن قوي ولا يكون بارد، يكون دافي زي دمعه العين كده. تاني نصيحه ان علبه الزبادي اللي هنجيبها تكون خارجه من التلاجة، ما نسيبهاش تبقى سايله او تفك كده وتكون سخنه، لا تكون متماسكه من التلاجة ونستخدمها علشان الزبادي يطلع معانا متماسك. وتالت نصيحه ان احنا نضرب الزبادي بتاعنا كويس قوي، بنضربه بالمضرب اليدوي او بشوكه كده اهم حاجه علشان يطلع معانا ناعم وكريمي، فلازم نضربه كويس جدا. وبعد ما بنضيفه على الحليب نبدا برضو ان احنا نقلب فيه شويه حلوين. ورابع نصيحه ان الصينيه بتاعتنا لازم يكون فيها ميه سخنه، تكون سخنه قوي لكن مش بدرجه الغليان، وان الفرن كمان يكون دافي لمده 5 دقايق بس، ونتاكد ان احنا طفينا الفرن قبل ما ندخل فيه صينيه الزبادي. كده الزبادي هيطلع معاكي ما شاء الله متماسك وطعمه مثالي جدا زي بتاع الشركات واحلى 100 مره، كفايه النظافه والجوده. عارفين ان اللبن اللي احنا مستخدمينه نوع كويس، وطبعا بنعمل كميه اكبر، وكمان العلبه بتكون اكبر بكتير من اللي بنشتريها بيكون فيها معلقتين بس، انما دي يقدر طفلك يستفيد منها او اي حد ياكل علبه الزبادي تكون ما شاء الله بمقام علبتين، ودي يقدر ان هو يستفيد منها. احنا طبعا عملنا مع بعض مربى المشمش، مربى المشمش طبعا حاجه كده فوق الوصف وعجبتكم جدا. ما تنسوش طبعا اللي ما شافش حلقه المربى يشوفها تحت في صندوق الوصف، وما تنسوش كمان تضيفوا بقى مربى المشمش دي للزبادي اللي احنا عملناه، لان بجد هتبقى حاجه كده خرافه وهتبهري بيها اولادك جدا. ما تنسيش بقى كمان لو عجبك الفيديو تعملي له لايك، ولو انت اول مره تزوريني في القناه اضغطي على اشتراك علشان يوصلك كل فيديو وكل حاجه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.